يا ترى انهي عربية اسرع؟ عربية بيجرها حصان واحد ولا عربية بيجرها حصانين؟ في الغالب هتفكر ان عربية بحصانين المفروض تكون ضعف سرعة العربية اللي بحصان واحد بس. طب سؤال تاني، لو جبنا ناس عشان يلعبوا شد الحبل وخلينا شخص واحد عند كل طرف من اطراف الحبل، تفتكر المجهود اللي بيبذله كل شخص هيكون اعلى ولا اقل من لو خلينا 10 اشخاص عند كل طرف؟ احب اقول لك ان دي تجارب اتعملت بالفعل واثبتت ان في علاقة عكسية ما بين حجم المجموعة وما بين مساهمة الفرد اللي المفروض يكون بيقوم بيها، والظاهرة دي بتتسمى التكاسل الاجتماعي. طب يا ترى ايه علاقة ده بالاقتصاد؟ كتير قوي بنشوف دول عدد سكانها كبير ومواردها تسمح لها انها تكون من اقوى الامم، في حين اننا بنشوف دول مواردها اقل وعدد سكانها اقل بس متقدمة جدا. الخلاصة في التكاسل الاجتماعي، وان كل فرد في المجتمع بيتوقع ان باقي الافراد هيقوموا بالدور اللي هو مش بيقوم بيه، وكله لو عمل كده بيبقى عندنا اقتصاد ضعيف متواكل. وده بيفكرني بقصة ان كان في ملك